ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم خلود، ودي قناتي. ورجعت لكم بفيديو جديد كله طاقة كده وحيوية وريحة كيكة تايجر تجنن. النهاردة يوم كده من ايام النشاط اللي قررت اعمل فيه كل حاجة ورا بعض. هندخل المطبخ وهنعمل كيكة التايجر خطوة بخطوة، واحنا مستنينا كده تخلص. هنعمل شوية شغل كده على السريع، غسل مواعين وسجادة المطبخ، لان هي كان بقالها فترة يا بنات وكان لازم تتغسل كده عشان خاطر زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات كنت عاملة معاكم تنظيفات كده عميقة للمطبخ، فبالمرة بقى ايه نغسل السجاد. وقبل اي حاجة بقى، لو لسه مش مشتركة عندي في القناة دوسي على زرار الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان تشوفي كل جديد بنزله اول باول و... ويلا بينا بقى كده نبتدي مع بعض. اول حاجة بنبتدي بيها وهي الكيكة. خصوصا بقى كده ان انت تعمليها الصبح، والفيديو ده يا بنات كنت مصوراه كان الساعة كده 8 الصبح. فبتعملي بقى الكيكة بتملى كده البيت ريحة حلوة كده، وبتاخديها بقى وبتروحي تقعدي كده في هدوء شوية قبل لو انتي عندك اولاد، قبل بقى ايه ما الاولاد يصحوا كده، فتحسي كده ان انتي بقى بتاخدي وقتك انتي. تمام. هنخش بقى كده على مقادير الكيكة: كوبايتين دقيق وكوباية سكر وثلاث بيضات ونص كوباية زيت وكوباية لبن وبيكو فانيليا واتنين معلقة كاكاو خام. وانا بستخدم الكاكاو الاسباني يا بنات علشان خاطر حرفيا النوع ده انضف نوع في السوق. وبيكنج باودر. اول حاجه كده عملتها حطيت البيض مع السكر والفانيليا وضربتهم لحد ما القوام كده بقى كريمي. وبعد كده ضفت الزيت واللبن ونقلبهم برضو، بديهم كده ضربتين برضو في الخلاط لحد ما يبقوا كده عجينه ناعمه. وبعد كده بحط بقى الكوبايتين الدقيق على البيكنج باودر، وانا بحب يا بنات انخل الدقيق علشان يدخل كده هوا في الكيكه وتطلع هشه كده وجميله. هنا انا كنت حطيت كده معلقتين بيكنج باودر. تمام. بقلبهم بقى كويس، ولازم تقلبي الدقيق يا بنات مع البيكنج باودر كويس علشان الكيكه متطلعش يا بنات حته عاليه وحته واطيه، لا تطلع كده مستويه كلها سوا واحد يعني وارتفاع واحد. اهم خطوة في الكيكة هي انك تقلبي الدقيق كويس. تمام. مع البيكنج باودر. هنا بقى كده هنزل بالخليط السايب اللي هو في الخلاط، وهقلبهم مع بعض كويس لحد ما مش هخلي الدقيق يكون باين تماما من الكيك، علشان خاطر يبقى كده انا خلطت الكيكة كويس. ودي برضو خطوة مهمة قوي، انك تقلبي الخليط كويس مع الدقيق. تقليب الخليط كويس مع الدقيق يا بنات علشان خاطر لما تيجي بقى تصبي الكيكه ما تلاقيش تحت فيه دقيق و... والخليط مش متقلب كويس، وبتجيبي كده من فوق لتحت من فوق لتحت في اتجاه واحد. طبعا يا بنات هنا انا مسرعه الفيديو شويه يعني. بتقلبي بالراحه عشان زي ما قلتلك ما تخرجيش تدخلي كده الهواء في قلب الكيكه وتطلع هشه كده وجميله. عايزه اقول لكم بقى يا بنات كده ان كيكه التايجر دي حلوه قوي وعجبتني. قولولي بقى كده في الكومنتات عجبتكم ولا لا، جربتوها قبل كده ولا لا برضو، وايه اكتر نوع كيكه انتوا بتحبوه بصراحه. احنا هنا في البيت يعني انا وبنتي، علشان خاطر ابني زي ما قلت لكم صغير لسه. انا وبنتي بنحب جميع انواع الكيكات يعني، وخصوصا بقى خصوصا كيكة الشوكولاتة يا بنات هي بتحبها قوي. فانا بعمل على طول كيكة بصراحة. وعايزة اقول لكم برضو بما اننا بقى بنعمل كيكة وكده، ان يوم الخميس ده انا بحب قوي اعمل فيه كيك الخميس. يعني بحب اعمل اي حاجة حلوة يوم الخميس كده، ونقعدوا بقى نسهروا بيها بالليل ونقعدوا ناكلوها يعني. بحكم بقى ان خلاص بكرة اجازة وويك اند وكده، فبحب قوي اعمل لهم حلويات يعني يوم الخميس ان شاء الله. برضو هشارك معاكم لو انتوا حابين كده، وقولولي برضو حابين اشارك معاكم ولا لا. هنا بقى انا قسمت العجين الخليطة ديت يا بنات لنصين. شوفوا انتوا عايزين انهي الاكتر، الشوكولات شوكولاتة يعني ولا الكريمة. انا بصراحة عملتهم الاتنين قد بعض،
فقسمت كده الخليط لنصين، حطيت معلقتين كاكاو، بس انا ما جبتش معاكم هنا وانا بحط اللبن، وعليها معلقتين لبن علشان خاطر الخليط يكون متساوي كده. ونزلت الاول بالخليط الشوكولاته، بعد كده هنزل بالخليط الكريمه، وهكذا بقى بنكرر التجربه لحد ما الخليط بيخلص تماما. انا حبيتها تبقى من فوق كده تبقى الشوكولاته الباينه، ومن تحت تكون الكريمه. انتي بقى حابه من فوق تكون الكريمه او وتحت الشوكولاته، زي ما انتي عايزه برضو. كل واحد بيعمل حسب ما بيحب. وانا برضو دلوقتي هوريكم برضو شكلها لما يطلع معايا. طبعا يا بنات، اهم حاجه تكونوا مولعين الفرن قبليها مثلا كده بحوالي 10 دقايق ولا حاجه، عشان الفرن يسخن، عشان مينفعش خالص ندخل الكيكه والفرن بارد. لازم يكون الفرن سخن كده علشان خاطر الكيكه اول ما تخش ترتفع كده على طول. وانا بدخل الكيكه على درجه حراره 180. هي دي انسب برضو درجه حراره للكيكه. وانا الفرن بتاعي فرن كهربائي، فعادي بيكون متولع من فوق ومن تحت، تمام يعني بظبطه كده على 180. الكيكه بتطلع جميله ومش محروقه خالص وطبعا ما بفتحش عليها اول ربع ساعه. برضو انا بقول كده عشان البنات الصغيرين بقى اللي حابه تخش تعمل كيكه كده وتفاجئ مامتها، او مثلا ممكن تكون ماما مثلا واقفه جنبك برضو علشان خاطر ما تغلطيش. لو عملتي حاجه غلط ماما تلحق بسرعه، يعني تلحقها بسرعه. فبن الكيكة يا بنات ما بيتفتحش عليها خالص اول ربع ساعة، لحد كده ما الاقيها ارتفعت خالص وعدى عليها ربع ساعة. بختبرها كده بخلة بالخلة كده بتاعة الاسنان، او بتاعة الشيش طابوق. بختبرها كده، او ساعات مثلا بشوكة لو مش متوفر خلة او سكينة، بتحطيها كده في النص الكيكة. لو طلعت نظيفة خلاص كده الكيكة استوت. لو طلعت طبعا فيها لسه من خليط الكيك يبقى لسه الكيكة مستوتش. طيب هنا بقى عملت ايه. دخلت على المواعين بقى مكان ما عملت الكيكة. قلت علشان خاطر المطبخ طبعا انا منضفاه وعامله تنظيفات عميقة. فبقى اول باول كده بصراحة مرضتش اشغل الغسالة. انا عندي غسالة اطباق يا بنات على فكرة، وان شاء الله بنزل لكم كده برضو لو حابين اعمل لكم ريفيو عنها. فما حبيتش بصراحة اشغل الغسالة، قلت بقى ايه مش مستاهلة يعني، لان الغسالة مينفعش تشغليها برضو على دورة صغيرة، لا لازم تملي الغسالة عشان تشتغل بقى، يعني ايه تشتغل مرة واحدة. فهنا بصراحة كنت لا هحتاج مثلا كوباية زيادة واطباق زيادة علشان خاطر املى الغسالة. فقلت بقى ايه لا انا هشجعهم وهغسل معاهم الكام طبق دولت والكام كوباية. ولو بقى انتي وصلتي لحد هنا متنسيش تعملي لايك للفيديو وتكتبيلي كومنت ايه اكتر كيكة انتي بتحبيها او بتعمليها عموما. بغسل بقى كده الكوبايات. اول حاجة انا فضيت الحوض من اي اتساخات فيه. وعموما برضو انا يعني ما برميش في الحوض اتساخات عشان انا ما بحبش الحركة دي. هي بس كانت اللي هو اللبن، يعني كيس اللبن بس وقع فيه تقريبا. بس انا ما بحبش يا بنات ارمي اي كمامة خالص، اي تسخات في الحوض، لا انا الباسكت جنبي اول باول برمي على طول. وبعد كده غسلته تماما، غسلته كده وراح زي الفل. فبنزل بقى فيه ايه المواعين وبشطفهم بقى كده وبحط الحاجة على طول. انا ما عنديش صفاية للمواعين علشان انا زي ما بقول لكم عندي غسالة اطباق. فالاطباق الكوبايات المعالق كل حاجة الحلل كل حاجة بتطلع ناشفة تماما. فبصراحة ما جبتش يعني اللي هي الصفاية صفي عليها المواعين. ولو في حاجات كده بركنها على الرخامة لحد مثلا ما بتتصفى وخلاص يعني بشيلها. هنا بقى اهوت كنت بنشف كمان الرخامة بقى علشان خاطر لما تطلع الكيكة. زي ما قلتلكم ده روتين كان الساعة 8 الصبح. فقلت بقى عشان لما تطلع الكيكة كده اعمل لي كوباية القهوة بتاعتي واخدها كده والاولاد لسه نايمين. اخدها كده واروح اقعد في البلكونة كده. عايزة اقول لكم الساعة 8 دي بيبقى فيه كده نسمة هوا حلوة قوي، والجو اليومين دولت خلاص يعني الحر راح.
يعني لا خلاص احنا بقينا في الخريف طبعا، فما فيش حر، فالجو الصبح بيبقى بصراحة تحفة تحفة. ولازم كده تدي لنفسك وقت، لو انتي لازم تدي لنفسك وقت عشان خاطر تقدري تكملي المعركة اللي بتحصل اول ما الاولاد بيصحوا من النوم. طبعا بقى يعني الامهات فاهمين الكلام دوت. وهنا بقى انا خلاص كده بغسل الحوض تاني برضو، مكان برضو ما شطفت من المواعين وكده. وعايزاكم بقى تقولولي بدأتوا تنظيفات عميقة ولا لأ، وقولولي بقى اصور معاكم افكار اللانش بوكس للحضانة للمدرسة الكلام دوت ولا مش حابين. احنا بنعمل لانش بوكس عادي جدا طبيعي زي الناس الطبيعية اللي بتعمله. على فكرة برضو بحب ادي لايلين الكيكة دي برضو معاها كده في الحضانة. الكيكة طبعا انتوا عارفين ان هي مغذية، فيها لبن وفيها بيض و يعني مغذية، فبحب برضو اعملها كده على طول عشان خاطر ادي بنتي منها في اللانش بوكس. بصوا بقى انا هنا قلبتها برضو يا بنات، انا ما بقلبهاش اول ما بتطلع على طول، بسيبها تبرد خالص علشان خاطر ما تلزقش. وانا برضو هقول لكم يا بنات لازم الصينيه بتاعت الكيكه لو دهنتيها بالسمنه مستحيل مستحيل يا بنات الكيكه تلزق فيها، فانتي ادهنيها كده بالسمنه ورشه دقيق، مستحيل الكيكه تلزق معاكي. وبرضو بنسيبها كده حوالي 10 دقايق لحد ما تبرد تماما، وبعد كده بنقلبها. بصوا هنا كانت اول ما طلعت حته بقى وحته، وهقطعها كمان معاكم. حبيت بقى كده اعمل تاتشايه صغيره، ان انا حطيت عليها سكر بودر، طحنت كده شويه سكر وحطيته عليها. عايزه تحطي عليها صوص شوكولاته، عايزه تحطي عليها صوص كراميل، شوكولاته بيضه او بني اللي انت حابه، مش حابه تحطي عليها حاجه خالص برضو تمام زي الفل. بصوا هنا انا ما دخلتش بس السكينه للاخر لان كان وقتها بقى انا كنت مستعجله بسرعه 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 علشان خاطر عايزه اخد كده الوقت بتاعي وافطر زي ما بقول لكم قبل ما انس يصحى، لان لو انس صحى يستحيل طبعا هعرف اكل او اعمل اي حاجه. وعملت بقى هنا كوبايه النسكافيه بتاعتي، وهاخدها بقى واطلع. انا كمان بصراحه قطعت الكيكه وهي يعني لسه برضو كانت سخنه. ف بصوا بقى الشكل من جوه بجد بيخلي الاطفال كده يتحمسوا وياكلوا. إيه شكلها يعني بيعجبهم. ودخلت بقى كده على سجادة المطبخ. انا عايزه اقول لكم يا بنات ان انا بعت السجاد كله الدراي كلين عشان يتغسل، بس يعني في سجاد ما ببعتوش بصراحه زي مثلا سجاده المطبخ. النجيله بتاعه البلكونه برضو ما ببعتهاش. يعني الحاجات اللي انا اقدر اغسلها او المكان عندي مسموح ان هي تتغسل فيه، يعني لان برضو الحمام مش كبير قوي، فما بياخدش سجاد 2 في 3 الكلام ده. هي مشيت المطبخ دي كده اقصى حاجة اللي بياخدها. وهنا طبعا كانت ايلين صحت سمعتني من النوم بعد ما اخدت بقى كوبايه القهوه وفطرت. انا برضو دخلت بسرعه كده على السجاده وانس نايم، ف ايلين صحت وجت بقى قاعده معايا كده وانا بصور. وهنا بقى انا طبعا كنت غسلت السجاده، اكيد مش هعرف اوطي معاكم طبعا، فبغسلها بقى كده وبشطف معاكم. وبكده بقى نكون خلصنا مع بعض فيديو النهاردة. عملنا كده كيكة التايجر، عايزاكي تجربيها وتقوليلي في الكومنتات رأيك فيها. وغسلنا برضو مع بعض المواعين، يعني فيديو النهاردة فيه تشجيع جامد قوي قوي. وبجد مبسوطة جدا يا بنات ان قضيت معاكم الوقت ده. وقبل ما تقفلي الفيديو لو لسه مش مشتركة عندي في القناة دوسي اشتراك بسرعة وفعلي زر الجرس علشان خاطر ما يفوتكيش ولا فيديو. وكمان يا بنات لو عجبكم الفيديو ده سيبولي كده لايك حلو واكتبيلي تحت ايه اكتر حاجة عجبتك في الفيديو النهاردة، والفيديو الجاي تحبي يكون عن ايه. واستنوني بقى في فيديو قريب جدا جدا جدا. بحبكم، سلام بقى، باي باي يا امارات.